الله وعلى بركة الله حبيت نشارك معكم مع المشتريات اللي شريتها من علي اكسبريس. صراحة الله علي اكسبريس كتجي اسرع من اي اي خصوصا ملي كطلب ديك الاشياء ديال شويس. كيجيو سريعين جدا. كانوا عاملين واحد الايامات ديال رباخة فيها، وطلبت هاد البولصات هادو. انا سحب لي ديال رمضان مبارك وصدقوا اللي وصلوني ديال عيد مبارك. مزيان تشوف قبل ما تطلب الحاجة اللي كان عندي مهم بزاف. وتا دوك ديال العيد راه نحتاجهم إن شاء الله يا ربي. اللي كانوا عندي مهمين بزاف هما هاد المصباحات الإلكترونية اللي عملت الفيديو ديالهم. عاد نحط لكم هاد الفيديو ديال المشتريات وهاد زواقتهم. هما اللي طلبتهم من علي اكسبريس. بحال اللي قلت لكم كانوا الثمن ديالهم شي 84 ديال السنتيم. طلبت منهم 3 وكانت عندي وحدة وزوقتهم وعدلتهم. تاني حاجة وهي هاد المنطيل هذا باش نعملو إن شاء الله رمضان ما مكتوب فيه والو. لا رمضان لا عيد، يعني يصلح رمضان ويصلح العيد إن شاء الله يا ربي. تقدر تعمل شي منطيل بيض في الطاولة ديالك وتعمل في الوسط هذا كيجي رقيق في الوسط. واحد المنظر مزيون. وإلا كنتي تصاوب شي بوفي ديال رمضان فحال كل عام كنعملو، تقدر تعملوه في الوسط مزيون بزاف. جا فيه هاد الهلال والنجمة وداكشي، يعني هذا يصلح العيد ويصلح رمضان إن شاء الله. ما مكتوب فيه والو، عجبني هكذا حسن. كيجي طويل فيهم الأشكال والأنواع. أنا اخترت هذاك حل باش يتماشى لي مع الطاولة ديالي. وتعملوا شي منطيل حسبي من تحت، تعملوا هذا في الوسط وتحطوا الطاولة ديالكم. رائع، عجبني بزاف. الثوب ديالو جا فحال البلاستيك. هاد العلاقة هادي حتى هي جات لي عيد مبارك، يعني أنا زبّقت العيد قبل من رمضان، ولكن إن شاء الله دابا نطلب ديال رمضان. وهادي ديال العيد كتعلّقها هكذا مزيونة بزاف، عجبتني. ونقدر نزوّل ديك نقطّع العيد من تحت ونخلّي فقط هي ديك الهلال. كيجيو معلقين في هاد الفانوس وهادو مزيونين بزاف، عجبتني صراحة الله. مزيونة حلوة حتى هي فحال الشكل ديال البلاستيك. هادو كاملين من علي اكسبريس، هادو المشتريات ديالي اللي شريت من علي اكسبريس. وهنا المشتريات اللي جاتني من شيئين. نقول يلاه وصلتني باقا ما حليتهاش. متحمسة ليلى. شكون اللي بحالي متحمس أنه يحل الكوليات دائما. هو هنا فتحته باش نشارك معكم مشتريات فيهم بزاف ديال الحاجات ديالي د ولادي د الدار. يعني داكشي هاد الكلية هادي تعطلت هاد النوبة صراحة الله، لأن أنا شحالي اللي كنت موصية عليها. وهاد النوبة ما عرفتش علاش تعطلوا غير باش يسردوا. راه تعطلوا من 8 يناير وقيلا إلا حتى نكداو 20 عاد باش عملت أنا كوموند عاد هما سردوا. وجات لي مؤخرا يعني تعطلات بزاف هاد النوبة. هاد الريحة ديال البانيو عجبتني. ريحة الليمون فيها واحد الريحة كتحمق صراحة الله. فتح على ديك البابيل الألمنيوم اللي نداخل وكتخليها هكداك كتعملها في البانيو ولا في شي موطا. هاد جاو بحال البلاستيك معمر بالريحة من الداخل. هادو كيعملوهم في التصبين. أنا عملتهم في اللابادورا، جربتهم واعرين كيدوبوا ملي كون كتصبن الحوايج كيدوبوا فحال الشكل ديال الريحة اللي كنعملو مع الحوايج. وهي هادي واعرين صراحة الله، عجبوني على داكشي شاركتهم معكم. هادو قومة ديال الشعر في الكحل، عجبوني القجيار ديالهم والامبالاج والثمن ديالهم جد مناسب. مزيونين بزاف هاد الكومات. بناتي وليلي كيعجبوني بزاف اللون الاسود حسن. كيجيو في الشعر مزيونين عجبوني وطلبت منهم اقجر. هذا واحد الفونده ديال الموبيل شحال وانا كفتش عليها هذه ترانسبارون مزيونه ديال اوبو. وجبرتها تماك ماشي الفوندات كاملين كتجبر في شيئين صراحه الله. يعني خصكم تقلبوا مزيان. هنايا ستيلوس هادو بورابليس. هاد ستيلوس بورابليس المكتبه كيتباعوا غاليين والكارغه ديالهم حتى هي كتباع غاليه. هادو جاو جوج ديال الاقلام ومعاهم الكامبيوس ديالهم ديك الدخلاني. والقومه هذه اللي كتشوفوا خضره هذه قومه، لان هاد البولي بورابلي يعني كيتمسح. عنده القومه ديالو من تحت وكتجي حتى القومه زايده. بنتي طلبت هاد السلسله هذه ديال البرج ديالها عجبتها او طلبتها لها. وهاد الوانطيس هادو تاني مرة كنطلبهم لها. كان عندها في الرمادي ودابا في الكحل كيعجبوها بزاف. كتسخن بهم يدها في الصباح ومعاه هي كيعجبوها الدراغونيس كيعجبوها الحيوانات. يعني هي من عشاق هادشي هذا. وهنا حبيت نشارك معكم واحد الزربية اللي طلبتها لأول مرة. مش نطلب شي زربية من شيئين، ولكن صراحة الله من الأحسن ما تطلبوهم شي من شيئين. ملي تبغيو تشريو الزرابي وداكشي نمشيو نشوفوهم في المحلات. هادي ما طلبتهاش باش نفرشها للدار ولا شي حاجة. جا القاع ديالها فحال الشكل ديال السجادة هكذا. كيكون القاع عند السجادة كتجي خفيفة ماشي ثقيلة. أنا هادي طلبتها باش نعملها في الركن اللي باش نعمل فيه البوفي ديال إن شاء الله يا ربي د رمضان. ديك الركن هذاك تاع واحد الميسا عندي ديال الزاج باش نعملها فوق منه باش نغطي الأرض وفي نفس الوقت فوق منها نعمل مخيدات وداكشي.
المهم عجبتني الثمن ديالها جد مناسب، شي 6 د الأورو شي حاجة طاحت عليَّ، وجات طويلة فشي 140 على 90 وقيلة، وكتجي هكدا بيضاوية ماشي مربعة. وهنا هاد التشكيلة هادي طلبتها من بنتي عجباتها وقالت لي خصني هي كتحماق على الخطوط وداك الشي، وملي طلبتها الصراحة د الله تصدمت في الكاليتي ديالها واعرة، واعرة سخونة، أنا تحاب لي خفيفة وصدقات سخونة، يعني هاد البرد لبستها غير هي والسروال والكبوط، الصراحة د الله شي حاجة اللي واعرة، والثمن ديالها شي 4 د الأورو كانت. هنا التسروال هي من عشاق التسراولات هادو اللي كيكونوا دياب مدجوم، حتى هو طلبت. حبيت نشارك معكم هاد البارتيس هادو، سبق لي شريتهم هبطتهم من المغرب، أنا ما كنتش شريتهم من شيئين، عاد جابوهم في شيئين، أنا قبل كنت شريتهم من ألي إكسبريس وكتا في تيمو يبيعوهم، ودابا جابوهم في شيئين. هاد البارتيات هادو خاصين ديال الألم د الحريق ديال العضلات، الظهر، الركبة، يعني د الألم هادو معدلين بمواد طبيعية بالأعشاب، كتشوف اللون ديالهم خضيضر فيه زعما فهاد الأعشاب الريحة كتحمق فيهم، وكتقولوا داك الكاغي ديال البارتي وكتلصقوا في موضع الألم. صراحة الله فعالين وديتهم من المغرب بحال قلت لكم واستعملوهم وجبروا عليهم. هنا هاد الماسكات هادو، هاد الماسك هادو ديال البلاستيك ماشي ديال الكرتون، بنتي بغاتهم طلباتهم باش نتعادلوا نتذوقوا نضيف عندها مثلا كرنفال ولا كانت شي حفله في المدرسه ولا شي حاجه ولا شي عيد ميلاد بغيتو تعملوا شي تيم، كتجي باكيه فيها 6 ديال البياسات مزيونين بزاف وصدقوا ماشي ديال الكرتون ديال البلاستيك، يعني يقدروا يلونوا فيهم يغسلوهم وكلشي. وهنا رجعوا القلاية الهوائية اللي كان سبق لي شاركتها معكم، جربت فيها دابا مؤخرا عدة وصفات، ومع التجربة كتفهم لها شوية بشوية، هي ساهلة صراحة الله ونفعتني ماشي ما نفعتنيش، نفعتني في بزاف ديال الحاجات ولكن ماشي الطياب، بحال مثلا نحمر باش نسخن نطيب مملحات هادو كاملين صراحة الله كنجربهم فيها. هنا حبيت نجرب فيها الدبنجال بحال اللي كتشوفوا معايا، قطعته هكذا طويل وعملت له الزيت، رشيت عليه الزيت وعملته صدق تقدروا تعدلوا من بعد به زعلوك هو والفلفل الأحمر، صراحة الله طابوا مزيان وما داوليش حتى بزاف ديال الوقت، عملتهم فزت منه والغسيل ديالها ساهل، ديك المجر كتعمل فيه الصابون الحلفة وكتغسل عادي. هنا حبيت نشارك عاوتاني معكم عدة اقتراحات فيها اللي جربتهم، حيتاش أنا وعدتكم باش نجربها ونرد عليكم الخبر. خصكم تعرفوا تريقلوها. هنايا عندي واحد 2 الفخيطات ديال جداد كنت عملت الروز و وقلت راه نحمرهم فيها لأن كتبقى تشعل الفران وداك الشي باش تحمروا مزيان، دهنتو بشوية الزبدة ودابا كتقلبوهم هكذا على الظهر آخر، ضروري خصهم ديك القليب لأنه ما كطيبش من تحت ومن فوق، بحال اللي قلت لكم هادي التحمير مثلًا هنا جرّبت فيها الفلفل الحمار والدبنجل، صراحة الله طابوا، رشيتهم بديك الزيت كتنفع ديك سبراي ديال الزيت بزاف من أي حاجة رشيتو عليها حتى في السلطة وداك الشي كتنزلوها كترشوا داك الزيت ما كت مزيونة بزاف عجبتني ديك السبرايتات. وهنا عملت الفلفل الأحمر موجود دابا، تقدروا تعملوه هكذا في وسط هاد القلاية وترشوه بشوية الزيت ومن بعد تقطعوه تعدلو زعلوك ولا تقدروا طحنوه تعدلو ديك الصلصة ديال الفلفل وتستعملوها من الوصفات وبزاف ديال الحاجات، يعني أنا نفعتني عكس اللي كنت كنعتقد في الأول صراحة الله، من بعد ملي جربت فيها عدة أشياء داك الشي حبيت دابا نشاركهم معاكم باش تعرفوا المنافع ديالها، فحال دابا مثلًا فلفل، الدبنجل، الحاجات اللي ماشي يتحمروا، الحاجات بحال المملّحة تيطيبوا، حاجات سخنة، تسخّن خبز، تسخّن رغيفات، تسخّن مملّحة تبقاو لك من قبل البانادية ساهلة ماهلة كتعملها في هاد المجيّر هذا والغسيل ديالها حتى هو ساهل ماهل. هنا عندي الحبات ديال الدبنجال حتى هُما قطعتهم هكذا ورشيتهم بالملح ورشيتهم بديك الزيت ودخلتهم عاوتاني تكبست منها بحال اللي كتشوفوا معايا، من بعد ديك الساعة كتنقيوهم ولا كتقطعوهم وتعدلوا زعلوك ديالكم. شوفوا كيفاش طابوا صراحة الله واعرين، عجبتني بزاف، سهّلت عليَّ حتى ما كتبقى تشعل الفران وتسخّن يعني تبقى تما تطيب لك الحاجة. شوفوا الفلفل عاوتاني حتى كيفاش طاب غزال ومحمّر وقلبته عاوتاني وطايب، صراحة الله بحال اللي كتشوفوا معايا الزبدة وما داش بزاف ديال الوقت، خاص غير تعرفوا التروكو ديالها ونايشة تستعملوها. بالنسبة للطياب الكبير بحال مثلًا الناس شُفت كيطيبوا فيها الراوس كيطيبوا، هادي ما تنفعش داك الشي هذاك، هدايا بحال اللي قلت لكم طياب خفيف، تحمير، تحمّروا اللوز، الجنجلة مع رمضان المبارك مجيد، الطحين كذلك تعملوه في وسط ديك المجيّر ديالها بلا ديك الشبكة.
وتبقاو تحركوا مرة صراحة الله تنفعكم بزاف، حتى ما تبقاو تشعلوا الفران وداك الشيء. أما الحاجات كبارين اللي للفران دخلوهم للفران، بحال دابا مثلًا ديك البيتزا اللي كتبع ستيتوا حتى هي تقدروا تعملوها هنايا. هنايا عندي شي الفخيطات ديال جداد عدّلت الروز وعملت لهم هاد الفخيطات هادو. الماكلة لولادي لمّا يجيو من المدرسة وكتعجبهم الجداد يكون محمّر، عملتهم هنا وتحمروا صراحة الله، دهنتهم بالزبيدة ومن بعد خاصكم ضروري تقلبوهم، وقلبتهم عاوتاني جهة أخرى وتحمّروا. شوفوا كيفاش خداو واحد اللون غزال صراحة الله ذهبي وبسرعة، يعني ما داوش حتى الوقت. ولا دابا مثلًا جوج هكدا علاش باش نشعل الفران من فوق ومن تحت، يعني نستعمل غير هاد القلاية الهوائية ونحمّر فيها الجديودات ديالي ولا أي حاجة. كنتمنى يكونوا فادوكم هاد الأفكار ديالي، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.